في بداية الفيلم حنيف وأسرته بيكونوا رايحين يزوروا الراجل اللي رباه في الملجأ علشان حالته بقت خطيرة جدا، وفجأة حاجة بتخبط في العربية فحنيف بيفرمل بسرعة، بيقف على جنب وبينزل يشوف فيه ايه، وساعتها ساندي بتشوف غزالة ميتة فبيفتكروا ان دي اللي خبطت في العربية. بس وهم ماشيين الكاميرا بتورينا بنت مرمية على الناحية التانية من الطريق مصابة وفاقدة للوعي. في الوقت ده حنيف بيوصل للملجأ وبيعرف أسرته على أصحابه مامان وسيتي، وبعد شوية باقي صحابه القدام بيجوا كمان، أنطون وجيفري وزوجاتهم إيفا ولينا. حنيف بيسأل مامان عن الأطفال اللي في الملجأ فبيقول له إن في 2 هنا والباقي خرجوا برحلة وهيجوا بالليل. مامان بيعرفوا على هاسبي وراي، وحنيف بينادي أولاده علشان يتعرفوا عليهم. بعدها بيدخلوا جوه وحنيف بيحكي لمراته نادية إن مستر بنداندي هو اللي رباهم كلهم هنا، وبيقول لها إن من غيره كانوا عمرهم ما يعرفوا بعض. وفي الوقت ده ساندي بتسأل هاسبي بالهم قد إيه عايشين هناك، فبيقول لها إن من أول ما اتولد، وري أمها سابتها في الملجأ وهي عندها 10 سنين. ري بتعترض وبتقول إن أمها ما سابتهاش وإنها ترجع يوم من الأيام، لكن هاسبي بيقول لها إنه مش راجعة وإن الحمل كان بالغلط. بعد شوية دانا بتسأل ساندي إذا كان دي أوضته فبيقول لها لأ وإنها مقفولة بقالها سنين. بس هاكي بيروح هناك وبيحاول يفتح الباب لكن الباب مش بيتحرك، فبيحط ودنه عليه عشان يسمع. وفجأة روني بتظهر وبتقول له إن الأوضة دي مقفولة بقالها 20 سنة، فبتقعد جنبه وبيسألها ايه اللي جوه، فبتحكي له ان كان في واحده اسمها ميرا كانت شغاله هنا، وفي يوم خرجت من الملجأ ومعاها بنت صغيره اسمها موري، وبعدها رجعت تصرخ وتقول ان في شيطان خطف موري وكانت بتصرخ زي المجنونه، فحبسوها جوه الاوضه دي. الكل خرج يدور على موري وميرا فضلت تخبط على الباب بس محدش فتح لها، ولما اخيرا فتحوه لقوها ميته بعد ما كانت بتخبط راسها في الباب لحد ما جمجمتها اتكسرت. بعدها الناس صدقت انها اللي قتلت موري ودفنتها في الغابه، وفي ناس لحد النهارده بيقولوا روحها لسه محبوسه جوه الاوضه. هاكي بيسأل طب ايه اللي حصل لموري؟ ري بتقول له انها لسه مفقوده، بيقولوا ميرا دفنتها في الغابه بس محدش عارف فين بالظبط. بعدها انطون بيوري العيال صور قديمه ليهم وهم صغيرين، وهاكي بياخد باله ان الصور كلها متعلقه بالعكس، فلما بيسأل انطون ليه بيقول له وريني كده، وبياخد الالبوم وهو بيقلب فيه بيلاقي صوره قديمه. هاكي بيسأله دي مين؟ فبيقول له دي ميرا الست اللي كانت بتعتني بينا واحنا صغيرين. هاكي بيقول اللي اتجننت واتحبست في اوضه وخبطت راسها في الباب لحد ما ماتت. دانا بتقول ان دي خرافه، بس انطون بيرد بهدوء وبيقول هي كانت مريضه وماتت. هاكي بيسأله والبنت اللي جنبها دي مين؟ فبيقول له دي موري البنت اللي اختفت. هاكي بيقول اللي ميرا قتلتها ودفنتها في الغابه. نادية بتقطع الكلام بسرعه وبتسألهم لو حد جعان، فالموضوع بيتنسى وكلهم بيقوموا. بعدها انطون بيسأل حنيف ايه مصير الملجأ بعد ما مستر بنداندي يموت. جيفري بيقول له انه سمع ان ابنه ممكن يبيع المكان او يحوله لمنتجع، لكن حنيف بيرد انهم اغنياء ومش هيبيعوه. جيفري بيسأله طب مين هيهتم بيه؟ فبيقول له احنا هنساعد، بس انطون بيحذره انه ممكن يتكشف حاجات لو اتباع، لكن حنيف مصمم ان ده مش هيحصل. وهم مروحين حنيف بيلاحظ بقع الدم على الاكسدام وحته قماشه، ولما بيبص كويس بيلاقي شعر بني ادمين متكعبل في الاكسدام. بياخد جيفري معاه وفي الطريق بيحكي له انه خبط حاجه وهو جاي وكان فاكرها غزاله بس شكله لا وعايز يتاكد بنفسه. ولما بيوصلوا بيتصدموا لما بيلاقوا جثة بنت في الأرض. حنيف بيقول إنه غالبا هو اللي خبطها. جيفري بيسأله طب نعمل إيه؟ وساعتها حنيف بيشوف حاجة من بعيد، بيولع كشاف الموبايل وبيمشي ناحيتها، ولما بيقرب بيكتشف أتوبيس واقف في نص الحقل. بيدخل جوه بدافع الفضول، ولما بيدخل بيتجمد مكانه لما بيلاقي جثة السواق. بعدها بيكتشف إن جثث الأطفال كلها جوه الأتوبيس. حنيف بيجري بره مرعوب، وجيفري بيشوف نفس المنظر بيجري وراه بيسأله إيه اللي حصل. حنيف بيقول له مفيش شبكة وما ينفعش نسيب الجثث كده. جيفري بيقترح يروح للشرطة، بس حنيف بيقول له إن أقرب اسم بعيد ساعتين. جيفري بيقول له نرجع للملجأ ونتصل من هناك، بس في الملجأ نادية بتكتشف إن التليفون فاصل، ومامان بيقول لها إن الخط مقطوع من أيام علشان ما دفعوش الفاتورة. بعد شوية وهم قاعدين على العشاء نادية بتسأل لينا ليه مش بتاكل، فلينا بتقول انها بتحاول تمتنع عن الاكل شويه. انطون بيضحك وبيسالها لو عامله دايت وبيقول لها جسمك كويس، بس ايفا بتزعل منه وبتزعق له انه بيتكلم بقله ذوق، وبرضه بتقول ان لينا مش تخينه اصلا. نادية بتاخد بالها ان ايفا طول الوقت بترش ببخاخ غريب، فبتسالها ايه ده، وانطون بيشرح ان من كام شهر ايفا كان عندها طفح جلد على جسمها وبقت مهووسه انها عندها بكتيريا بتاكل الجلد، لكن في الاخر طلع ان بس جلدها ناشف. ايفا بتقول له انها كانت شايفه بنفسها ان الجلد كان فيه فقاقيع وصديد، وبعدين بتعتذر انها جابت سيره الكلام ده على الاكل. نادية بتسال عن حنيف وجيفري فين، فبيقول لها انطون انهم دايما كده بيختفوا ويسيبوه لوحده. في نفس الوقت روني بتوري هاكي فيديو قديم للملجأ، ولما بتظهر ميرا في الفيديو هاكي بيسألها ايه اللي حصل لرجلها، فبتقول له انه وهي طفله كانت بتعيط كتير وابوها كسر رجلها. هاكي بيقول لها وبرضه كنت نفسك يبقى عندك اهل، فبتوقف الفيديو بتقول انها كده هتشوف كوابيس ومش هتعرف تنام.
وفي الوقت ده حنيف وجيفري بيرجعوا للملجأ. أنطون بيسألهم بهزار كانوا فين، فبيقول له حنيف بص في العربية ورا. أنطون بيفتح الباب، ولما بيشيل الغطا بيتصدم لما بيشوف جثة البنت جوه، فبيسأل حنيف ايه اللي حصل، فحنيف بيقول له انه خبطها في الطريق وهو جاي. أنطون بيحاول يهديهم، بس حنيف بيقول كمان انه شاف اتوبيس مليان جثث اطفال الملجأ. أنطون بيتصدم وبيسأله بيتكلم عن ايه، وجيفري بيأكد له الكلام وبيقول له لو مش مصدق تعالى شوف بنفسك. أنطون بيقترح يتصلوا بالشرطة، بس حنيف بيقول له ان تليفون الملجأ بايظ. حنيف بيقول لازم حد يروح للشرطة بس مش هو، علشان مراته هتتجنن لو عرفت. جيفري بيرفض يسيب مراته هو كمان، وبيقترح انهم كلهم يروحوا مع بعض، لكن أنطون بيهديهم وبيقول ان هو اللي هيروح لوحده. وحنيف بيقول له ان المكان عند الكيلو 81. في الوقت ده دانا بتسأل هاسبي المبنى القديم كان ايه. قبل ما يرد روني بتقول انه كان مستشفى للمجانين، لكن هاسبي بينفي الكلام وبيقول انه مجرد سكن للايتام واتقفل من زمان. روني بتقول انهم وقفوا يستخدموه علشان كانوا بيسمعوا صوت خطوات طول الوقت. هاكي بيسألها خطوات ميرا، فبتقول له ايوه. وفي نفس اللحظة عند الكيلو 81 أنطون بيوصل للأتوبيس اللي هناك وبيبدأ يفتش جوه. كل الأطفال واقفين جوه ساكتين كأنهم تماثيل، وفجأة باب الأتوبيس بيتقفل بعنف. أنطون بيلف بسرعة وبيحاول يفتح الباب بس مش راضي يفتح، ولما بيبص من الشباك بيشوف ست واقفة بره بتبص عليه. بيتراجع لورا مرعوب، وهو راجع بيدوس على بيضة، وفجأة سيل من حشرات سودا بيبدأ يخرج منها. الحشرات بتغطي جسمه كله وبيحاول يشيلهم من عليه وهو بيصرخ بس بيقع، والحشرات بتدخل فيه ولحد ما عينه بتطلع من مكانها وبيقع على الأرض ميت. في الوقت ده نادية قاعدة مع حنيف، ولما بيسمع صوت خبطة عالية بيتجمدوا مكانهم لما بيشوفوا فرخة مقطوع راسها ومرمية على الترابيزة. في الناحية التانية لينا بتقول لجيفري إنها بتاخد علاج هرمونات، وإن وزنها الزيادة مش من الأكل، ده من اضطرابات الهرمونات. جيفري بيطمنها وبيقول لها إنها رفيعة أصلا وهيفضل يحبها في كل حال، بس هي بتتعصب عليه وبتقول له إنه عمره ما بيسمعها. وهو بيسألها يعني كمان العصبية دي من الهرمونات، فبتسكت وبتسيبه وبتخرج. وبره بتبص على نفسها في المراية، ولما بتبص أكتر بتلاقي انعكاسها بيتنفخ كأن المراية بتسخر منها. بتاكل تفاحة وبترفع التيشيرت بتاعها ببطء، وقبل ما بنشوف المشهد بيقطع فجأة. وفي أوضتها إيفا بتحاول تنام، لكن فجأة سوس بيقع عليها وبيتسلق جسمها وبيدخل تحت الهدوم. بتقوم مفزوعة بتحاول تشيله، بس السوس بيملى جسمها كله. بتفضل تحاول تبعدهم لكنهم بيدخلوا في بقها، فبتبدأ تكح وبتتخنق. في نفس الوقت لينا وهي متأثرة بالسحر الأسود بتمسك رقبتها وبتبدأ تقطع في جلدها معتقدة إنها بتشيل الدهون، لكن في الحقيقة بتجرح نفسها جامد جدا. بعد شوية جيفري بيخرج، ولما بيشوفها بتلفله وبتسأله أنا بقيت أرفع دلوقتي. جيفري بيتصدم وبيقول لها ترمي السكينة، لكن فجأة بتفوق من السحر وبتشوف الدم في كل مكان وبتنهار على الأرض. جيفري بيجري عليها وبيصرخ ينادي حنيف ونادية بيطلعوا بسرعة وبتصدموا من المنظر وبيقرروا ياخدوها للمستشفى، لكن أول ما بيخرجوا بيشوفوا إيفا بتكح بعنف. نادية بتسألها مالك، بس إيفا مش قادرة تتكلم، وفجأة بتطف دم على وش نادية، فبتتراجع نادية مرعوبة. وإيفا بترجع سرب من السوس اللي بيبدأ يتحرك على الأرض بسرعة، وإيديها بتبدأ تحك جلدها بجنون، والسوس بيدخل تحت الجلد، فبتبدأ تشق جلدها بإيديها وبتطلع السوس اللي جواه، وبعدين بتقع على الأرض ساكتة. في الوقت ده دانا وهاسبي قاعدين في أوضة الألعاب. هاسبي ماسك مسدس صغير وموجهه للفار. دانا بتسأله هتضرب ليه، فبيرد عليها دول حشرات بتاكل أكلنا، فبتقول له يحط الأكل في الدولاب بدل ما يقتله، بس هو بيقول لها إن الدولاب مليان فتحات وإنهم فقراء ومش عندهم حلول. دانا بتتضايق وبتقول له إنها هتمشي للأوضة التانية، فبيرد عليها ببرود براحتك، فبتقول له طلعت مش طيب زي ما كنت فاكرة، فبيرد عليها بإهانة، فبتمشي وهي متنرفزة. في نفس الوقت حنيف ونادية وجيفري بيحاولوا يوصلوا للمستشفى، لكنهم بيلاحظوا انهم بيلفوا في دواير. جيفري بيقول ده بيحصل تاني. نادية بتسأله يعني ايه تاني، فحنيف بيقرر يحكي الحقيقة. بيقول لهم من 25 سنة حصل حريق في أوضة من أوض الملجأ وماتت فيه 3 بنات، واكتشفنا ان ميرا كانت بتعمل سحر اسود وحرقت البنات دول كقرابين للسحر. وبيكمل حاولنا نهرب ساعتها من الخوف، لكن كل مرة كنا بنهرب بنرجع تاني للمكان ده، لحد ما مستر بندادي بمساعدة أنا وجيفري وأنتون قدرنا نمسك ميرا ونحبسها في الأوضة دي. فضلت تخبط راسها في الباب لحد ما ماتت، ولما فتحنا لقينا راسها متكسرة. دفناها في نفس الأوضة وصبنا عليها خرسانة. في نفس اللحظة هاسبي بيحس إن إيده بتتحرك لوحدها، بيحاول يوقفها بس مش قادر. القوة الغريبة بتخليه يمسك دباسة وعينه بتبرق من الرعب، وهو شايفها بتقرب من وشه. بيحاول يقاوم لكن فجأة بيدوس على الدباسة بتدبس شفايفه وبتقفل بقه بالكامل. في الوقت ده هاكي قاعد بيتفرج على فيديو ميرا وهي خارجة من أوضتها وهي بتعرج، بس فجأة
الفيديو بيتبدل وبيوريه الأوضة اللي هو قاعد فيها. بيشوف ميرا في الفيديو ماشية ناحيته، فبيقوم بسرعة يبص وراه بس الأوضة فاضية. بيبص تاني على الشاشة بيشوفها قربت أكتر، وفجأة بيلمح انعكاسها في الشاشة. بيبص وراه تاني مفيش حد. بيرجع يبص للشاشة بيلاقيها طالعة له من ورا التلفزيون، فبيصرخ وبيجري مرعوب بره الأوضة. بيدخل أوضة الألعاب بيدور على هاسبي، ولما بيلاقيه بيشوفه بيعيط وشفايفه متدبسة بالدبابيس. هاكي بيقول له ايه اللي حصل، لكن هاسبي مش قادر يتكلم. وفجأة القوة الغريبة بتخليه يمسك المسدس. بيضرب هاكي في رجله، هاكي بيقع وبيصرخ من الألم. هاسبي بيحاول يقاوم بس القوة بتخليه يوجه المسدس تاني على هاكي. بيضربه تاني وهو بيصرخ بينادي على أهله، والقوة بتحاول تخليه يوجه المسدس على دماغه، لكن في آخر لحظة بيقدر يبعده. في الوقت ده حنيف واللي معاه بيرجعوا البيت، ولما بيدخلوا نادية بتلاحظ ان هاكي مش موجود. بتندى على ساندي ودانا وبتقول لهم يروحوا يدوروا عليه، وبعدين بتروح لحنيف وبتقول له ان العربية مش هتساعد الكل. نادية بتقترح استخدام الاتوبيس علشان العيال المفروض راجعين من الرحلة بالليل، لكن حنيف بيقول لها بصوت حزين الاتوبيس حصل له حادثة وكل الاطفال ماتوا. في اللحظة دي ساندي ودانا بيرجعوا وبيقولوا لهم انهم ما لقوش هاكي في اي مكان. ساندي بتاخد حنيف لمكان تاني في المبنى وبتقول له احنا كنا هنا قبل كده، وبيبداوا يدوروا مع بعض عليه. وفي نفس الوقت جيفري بيشوف لينا قاعدة بعيد، ولما بيقرب منها بيتصدم لما بيشوفها بتاكل دود من الارض وهي بتتكلم بهدوء وبتقول طعمه حلو قوي. جيفري بيقول لها وهو خايف ده سم يا لينا، وفجأة بتفوق وبترمي الاكل وبتنهار على الارض. في الناحية التانية بتشوف واحدة داخلة اوضة مستر بنداندي، فبتمشي وراها وبتسمع صوت غريب جاي من تحت السرير. بتنزل تبص بتشوف بلاطة مكسورة في الارض، بتشيلها بتلاقي صندوق صغير مدفون تحتها. بتفتحه بتلاقي جواه صور، ولما بتشوفهم بتتصدم وبتبدأ تعيط. بتبص على بنداندي اللي بيبص لها في صمت، فبتجري تطلع من الأوضة. وبره حنيف بيشوفها وبيسألها في ايه، بتديله الصور وبتقول له ايه اللي بيحصل. ولما بيشوف الصور بيتصدم زيها. نادية بتسأله مين البنات اللي في الصور دي، فبيرد دول كانوا صحابي. بتتهمه وبتقول ان ميرا كانت بتحمي البنات دول وعلشان كده اتقتلت، وانت وبنداندي حاولتوا تخفوا كل ده. حنيف بيقول لها اللي بيحصل ده انتقام، حد بيحاول ياخد بطارها. وفي اللحظة دي دانا بتديها صورة، ولما نادية بتقلبها بتتصدم وبتشاور لحنيف وبتديها له. ولما بيشوفها بيلاقي مكتوب على ظهرها اسم السيتي. نادية بتسأله مين اللي عزمنا هنا، فبيرد مامان والسيتي. وفجأة جيفري بيدخل شايل لينا على ايده وبيصرخ انه لازم يودي مراته المستشفى والا هتموت، لكن حنيف بيقول له مفيش هروب من المكان ده. جيفري بيصرخ طب احنا عملنا ايه علشان يحصل لنا كده، فبيوري له حنيف الصور اللي نادية لقيتها. وجيفري بيقول انا ما كنتش اعرف حاجة عن ده. حنيف بيسأله مين اللي دعاك هنا، وفي اللحظة دي مامان والسيتي بيدخلوا. جيفري بيهجم عليه من الغضب وبيضرب مامان وبيوجه سكينة في وشه. ونادية بتسأله فين ابني وليه عزمتونا هنا. مامان بيقول لها بخوف احنا ما نعرفش. حنيف بيوري له الصور، ولما بيشوف مامان بيتصدم هو كمان. ساعتها السيتي بتتكلم اخيرا وبتقول الحقيقة بنداندي كان بيتحرش بينا كلنا. جيفري بيسألها وليه ما حدش قال حاجة، فبترد كان بيهددنا، قفل على 3 بنات في أوضة وقال أساميهم علشان نخافوا ما نتكلمش. أنا رميت مية على وشي علشان يبعد عني، وميرا كانت بتحاول تحمينا، لكن بنداندي لفق لها التهمة وانت وحنيف وأنتون حبستوها. هي لجأت للسحر علشان تحمينا وكانت ناوية تقتله، بس احنا ملناش دعوة باللي بيحصل النهاردة. وفجأة بنت بتدخل البيت وبتنهار على الأرض. مامان وسيتي بيجروا عليها بيحاولوا يصحوها، لكن حنيف بيبص لنادية وبيقول لها اللي خبيناه في الطريق ما كانتش غزالة. البنت اللي فاتت اسمها مستيكا، بتقول انهم كانوا راجعين من الرحلة بس الاتوبيس فجأة وقف والست دخلت وكل الأطفال اتلبسوا وبدأوا يخبطوا راسهم في الكراسي والإزاز. بتقول انها جريت من الخوف وساعتها اتخبطت بالعربية. بعد ما مستيكا بتحكي اللي حصل حنيف بيكون غضبان جدا، بيمسك بنداندي من رقبته وبيقول له بغضب كنت أفضل أموت يتيم ولا إن أقابل واحد زيك. لكن نادية بتتدخل بسرعة بتبعده عنه، بتحاول تهديه وبتقول له ركز لازم نلاقي هاكي ونخرج من هنا فورا. بس في اللحظة دي حنيف بيشوف صورة ميرا وهي شايلة بنت صغيرة. بيتجمد مكانه بيقول البنت دي هي موري بنتها، وبيفهم ان موري هي اللي ورا كل اللي بيحصل. فجأة بيسمع صوت هاسبي بيصرخ وبيطلب المساعدة. بيجروا كلهم ناحية الصوت، ولما بيوصلوا بيلاقوا هاسبي منهار وبيقول ان كل اللي حصل كان غصب عنه. بيحاولوا يخرجوا بسرعة، لكن فجأة إيفا بتطلع على كبوت العربية وشكلها غريب ومخيف. بتبص لهم وبتقول بصوت غريب بصوا على الناس اللي بتحبوهم كده، بتحسوا بإيه لما تفقدوهم. وفجأة بتفوق وبتبص حواليها وهي تايهة وبتسأل إيه اللي حصل، بس قبل ما حد يرد
بتبدأ تخبط راسها في الإزاز بعنف، بتخبط وتخبط لحد ما بتكسر راسها وبتقع على الأرض ميتة. بعدها حنيف بيشوف موري واقفة بعيد وهي بتبدأ تطلع في الهواء بتتحرك ناحية العربية. الكل بيرجع خطوة ورا من الرعب، لكنها بتنزل على العربية فجأة. الكل بيجري على البيت تاني، بس موري بتهاجم حنيف وبتوقعه على الأرض، ولما بيحاول يقوم بيكتشف إنه مش قادر يتحرك وبيبدأ يتخنق. نادية بتمسك منجل وبتنادي على موري، لكن روني بتضربها وبتوقعها على الأرض. وفي أوضتها إيفا اللي كانت ماتت قبل كده بتبدأ تحك جسمها بجنون، وفجأة جلدها بيتفتح وبيخرج منه سوس وصراصير من ظهرها. لينا غرقانة في دمها بتحاول تمد ايدها ناحية جيفري، بس قوة خفية بتمسكه وبتكسر صوابعه وايده بالكامل وبيقع على الأرض ميت. وفي أوضة ثانية المية السخنة بتبدأ تنزل زي المطر المغلي على مامانو سيتي وهاسبي وموستيكا. الحرارة بتحرق جلدهم وهم بيصرخوا وبيتلووا من الألم. وفي أوضة تانية دانا وساندي محبوسين. ساندي بترجع دم تقيل مليان حشرات، ودانا بتصرخ لما حاجة غير مرئية بتشق ظهرها وبتجرحها جروح عميقة. بعدها نادية بتروح ناحية حنيف وبتفوقه وبتحاول تروح تدور على هاكي، بس فجأة بتتحدف بقوة في الحيطة وبتقع. موري بتظهر قدامها وبتقول لها بصوت بارد: أمي كانت عايزة تحافظ عليا نقية بعيدة عن وساخة بنداندي وإيده زي باقي البنات اللي وسخهم، لكنها فشلت. وبتكمل: الليلة دي كلكم هتموتوا علشان كل ده بسببكم. نادية بتصرخ وبتقول لها: ليه قتلتي الأطفال اللي في الأتوبيس؟ فبترد موري ببرود: الأطفال دول كان أحسن لهم يموتوا من إنهم يعيشوا في مكان زي ده. نادية بتبكي وبتقول لها: طب أولادي عملوا إيه؟ فبتقول لها موري: أبوهم هو اللي قتل أمي. في اللحظة دي روني بتمسك المنجل اللي مغموس في دم بنداندي وبتروح ناحية نادية. بتحط المنجل قدامها بتقول لها بكل هدوء: هو مش ليا، ده ليكي. نادية بتتردد، فموري بتقول لها: اقتلي جوزك وأنا هسيب أولادك. لكن نادية بترفض، فبتقول لها موري: استني شوية كمان ومش هتلاقي حتى فتافيت من أولادك. حنيف اللي متصاب بيتكلم بصعوبة وبيقول لها: اعملي كده يا نادية، انقذي العيال. لكن قبل ما نادية تاخد قرارها هاكي بيظهر فجأة وبيمسك مفك وبيغرزه في ظهر موري. الكل بيفوق من السحر وموري بتلف ببطء وبتسحب المفك من ظهرها بوش مرعوب. نادية بتمسك المنجل بسرعة وبتجري ناحيتها بتضربها في رقبتها. الدم بيبقى في كل مكان وموري بتتشنج وهي بتطلع صوت غضبان لحد ما راسها بتقع على الأرض. لكن الرعب ما بيخلصش. روني بتهجم على نادية بعنف وبتضربها، لكن حنيف بيمسكها وبيبعدها عنها. هاكي بيجري على أمه وفجأة بيسمع صوت موري بتقول بصوت مخيف: إزاي اتجرأتم؟ الكل بيبص وجسم موري اللي من غير راس بيبدأ يقوم تاني. عظمها بيتكسر وهي بتقف وبتطاطي وبتشيل راسها وتحطها تاني على جسمها بصوت بشع. موري بتبدأ تمشي ناحية نادية، لكن نادية بسرعة بتمسك شمعة وبترميها عليها. النار بتمسك فيها فورا. نادية وحنيف بيشدوا هاكي وروني وبيخرجوا من الأوضة بسرعة، لكن بنداندي بيترجاهم ينقذوه، لكن حنيف بيسحب الباب وبيقفلوا عليه. النار بتولع وبتاكل موري وبنداندي مع بعض لحد ما المشهد بيقطع للسواد. بعد أيام نادية بتكون رايحة تاخد هاكي من المدرسة، وهي راكبة العربية بتشوف في المراية انعكاس موري وراها، بس بتختفي في لحظة. وفي آخر لقطة صوت ميرا وهي ماشية بعكازها بيتردد في ممرات الملجأ، والفيلم بيخلص. وبكده بتكون خلصت قصة مرعبة عن انتقام ملوش حدود وسر دفنوه من سنين في ملجأ كله ذنوب وسحر اسود. ناس افتكرت الماضي انتهى، بس هو رجع ينتقم بطريقته. والسؤال هو: لو كنت مكان حنيف كنت هتواجه الحقيقة ولا كنت هتجري وتسيب الكل وراك؟ ولو حبيت القصة ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان توصلك كل الحكايات المرعبة اللي جاية. سلام.